بيقول لي انا مش بعرف اتحكم في انفعالاتي وغضبي ومش بهدى الا لما اكون خربت وكسرت الدنيا. في اخر الفيديو هقول لكم على التركايه اللي فرقت كتير مع الكلاينتس اللي طبقوها. العلم بيقول ان احنا جوانا جهازين بيتحكموا في المشاعر بتاعتنا. الاولاني هو السمباثيك نيرفس سيستم او الجهاز العصبي السمبثاوي، وده مسؤول عن وضع الانفعال والحرب اللي احنا عايشينه بسبب ضغوطنا اليوميه. الجهاز التاني البارا سمباثيك اللي بيتدخل عشان يهدي حالة الحرب اللي قومها الجهاز الاولاني. المشكلة فين؟ ان الشخص اللي بيعاني من اجهاد مزمن او قلق حاد بيحتاج وقت اطول بكتير علشان الجهاز التاني اللي هو البارا سمباثيك يشتغل، وممكن المدة دي توصل ل20 دقيقة. في ال20 دقيقة دول بنكون اتخانقنا وتعصبنا وكسرنا زي ما هو بيقول. الحل السحري اننا نسرع ال20 دقيقة دول، فبنعمل برين شوك او صدمة سريعة للعقل تشتت انتباهه. انزل في مية باردة، في بسين، في بحر، او اخد كولد شاور، او احط على وشي مية متلجة، او حتى اكل حاجة طعمها مر قوي، لان عقلنا مش بيقدر يعيش شعورين ضد بعض في نفس الوقت، فبيتلخم تماما في شعور الصدمة، المية الساقعة او الطعم المر، ويفصل فورا عن الانفعال الشديد اللي كان فيه والمشاعر اللي كانت مسيطرة عليه. زي الطفل الصغير اللي لما يكون بيعيط بنلخمه في مصاصة او في لعبة، بينسى العياط ويتلخم في اللعبة الجديدة. جربوا الطريقة دي وقولوا لي جابت معاكم نتيجة قد ايه.